ما شاء الله ما شاء الله. ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا، ده عرض اشتري 5 وخد 5 هديه، اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ ايه اللي جرى للناس؟ ايه اللي جرى للناس؟ حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي. هستنى تليفونك. ها؟ تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت وحد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما في بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك. انت يا امو ممكن تقول لي في ايه ببياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي تم بلاء عليك؟ دي متربيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير معلش. السبب يا مروان، انت تنفخر ليك اتخانق لو راجل اتخانق. بس اهدى يا شيل استاذ. ايه ده؟ انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ، اهدى معلش. فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمى الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده. الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مرة. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اخرس انت مصيبتك مصيبة. ايه حكاية اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. بصرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله ويا ريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا قوي. كل سنة وانت طيب. بالمنظر ده طيب ازاي؟ سلام عليكم. انا اللي مجنني بس يا مروان حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه؟ يا مروان انا بدور على كبرياء الكاشير، قامه الكاشير واحد فين؟ ايه ده؟ سعادة الباشا. حضرتك الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. امر سعادتك. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوة بالعربية. ده انا. ايوه انا ما بيعملش. انت فاهم ايوه فندم ما قلتش حاجه، بقول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. يا نهار اسود ومنيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضرة الظابط، احنا مش ناقصين، يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحت امر سيادتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما البعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع، انجز، البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف الناس زي امه وما فيهاش حاجه تعيب، بس انا بص افهمني بس، انا بفكر قدام. مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، هي دي تيتا وسنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. مساء الخير يا بنات. منار ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين؟ دي قصو. لحظه معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ رحت للراجل قال لي خطأ على الموتور، انا مش هبخل العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف، انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيئه عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. انسى اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. أوبا منار يا خليل قلبي. حاسب يا رؤوف. بس وربنا الفاضل امشي انت اهو بس. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله، مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني بدون تكليف. ممكن اشوف الرخصه او متهيأ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني لان انا وربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسمي رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف. Happy birthday
ما تجيب اما نقطة مصدقتي هتلعب شوية. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بيه. لا اطمن يا رمان، انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كاتمة على نفسه ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة. هو أنا طلقتها من شوية، هو كمان أخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخذ إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية العيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي هدية. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده يا أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن ال40. ربنا يخليك يا أمان. خد كمان. إيه ده بقى؟ أنا كتبت لك نص الشقة باسمك. ربنا يخليك يا أمان، ده كتير قوي يعني. دي حاجة حضرتك، وكفاية إن حضرتك ربتني. أنا إن شاء الله يعني هدخل جمعية هي 10 15 سنة وهشتري شقة إن شاء الله. وبعدين ما تفتكرش إن حضرتك بتفوحني، ها؟ أنت عارف إن النص الشقة التاني باسم تيتا، أنت كده بترميني في النار. وأنت هتشوفها فين؟ ما هي عايشة في ألمانيا. أنا عايز أتأكد إن نص الشقة بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكرة البت منارة دي زي القمر ومؤدبة، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله يا أمان، ان شاء الله يا أمان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا أمان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه، حبيبه يا أمان، حبيبي حبيبه يا أمان. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين. سيرين. سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جايه من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها. انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقه ايه يا شيخ تنيل؟ هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقه؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاف. لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا أمان ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك والنبي. والنبي يا عم سول الله يخليك، هو طياره لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي، لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف.